السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل، يا مساء الفل يا مساء الهنا ويا مساء السعادة حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي في كل مكان. ازيكم يا اخواتي وازيكم يا بناتي وازيكم يا امهاتي وازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات لان طبعا كنت تعبانة جدا 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 جدا، وكان حصل لي كده ظروف، يعني ظروف مرضية كده. بس الحمد لله، يعني فضل ونعم من عند الله. ربنا حاش عني وربنا يشفي كل مسلم وكل مريض. قلت بقى اصور لكم اللقطة اللي كان فيها الشتا دي. بصوا يا ولاد، الجو جاب مطر مطر مطر. لقيت الولاد جايين يصحوني: الحقي يا ماما، الحقي يا ماما بسرعه، الجو بيشتي، الحقي يا ماما الجو بيمطر. لقيت يا ولاد بسم الله ما شاء الله على الشتاء. بص انا بحب الشتاء وبحب روح الشتاء. شايفين الميه؟ شايفين البيوت غرقانه من الميه ازاي؟ شايفين؟ ربنا يرزقكم يا حبايب قلبي ويفرح قلوبكم ويخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. ويهدي اولادنا ويبارك لنا فيهم ويفرحنا بيهم، قادر يا كريم. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد وبروتين جديد، يا رب يعجبكم يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا كان اخر فيديو كنت انا منزلاه كان طبعا روتين. كانت الدنيا عندي طبعا مقلوبه في الصاله، فكنت انا بقى ايه عملت معاكم فيديو. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بشكركم جدا جدا على التعليقات الحلوه بتاعتكم اللي بتشجعني دايما 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 يا احلى اخوات في الدنيا. قولوا تمام يبقى تمام يا حبايب قلبي. بس اول ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. طبعا في حبايب قلبي متابعين بيحبوا طبعا المنظر ده، فانا مرضاش يعني ايه، مرضاش اسرع لكم المقطع ده، لان انا عارفه ان في اخواتي وحبايبي بيحبوا المناظر الطبيعيه وبيحبوا ما شاء الله الحاجات الحلوه دي. طبعا دي اوضه محمد بعد ما انا ما خلصتها دهان. وطبعا بقى انا غيرت طبعا السرير، طبعا يعني تغيير الاوضه كلها انا غيرت نظامها نهائي. عاوزاكم بقى لو انتم متابعيني تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي كان المكتب فين وكان السرير فين في الاول، عشان اعرف بقى انتم متابعيني ولا لا يا اخواتي. دخلنا بقى على اوضه البنات بعد ما عملت اوضه محمد وهاني. دخلت بقى على اوضه البنات، قلت برضو كده ايه، لان انا طبعا كنت جايبه الركنه وكنت جايبه كل حاجه اللي موجوده في الركنه، يعني اللي موجوده في الصاله بتاعت الركنه كنت انا مدخلاه في اوضه البنات جوه طبعا. لان انا طبعا كنت بدهن طبعا الصاله. فانا ما عرفتش انزل لكم الفيديو لان طبعا كنت تعبانه. فان شاء الله هنزل لكم برضو الفيديو النهائي بتاع الصاله باذن الله، وده اخر فيديو. هيبقى اخر ان شاء الله فيديو في التجديدات بتاع الشقه يا بنات. هيبقى اخر فيديو ان شاء الله اللي هو فيديو الصاله، هينزل لكم بعد الفيديو ده باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله يا احلى اخوات في الدنيا. فالمهم يا اولاد، طبعا بقيت جايبه بقى ايه السفنج بتاع الركنه، شلته وحطيته في اوضه البنات. وطبعا كنت انا غاسله ولميت هدوم وكنت انا حطاها على السرير زي ما انتم شايفين كده. شايفين كركبه كانت الاوضه على الرغم ان انا دهنتها، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اتغيرت عن الاول كتير كتير كتير. بس كانت بقى متكركبه بقى، كانت حاطه فيها هدوم كنت لماها طبعا غساله على طول يوميا شغاله، يوميا ما بتفصلش نهائي. فطبعا بقى ايه كنت انا غاسله هدوم وحطيت هدوم، وطبعا عندي على الحبل هدوم. فربنا يعيننا يا اخواتي، ربنا يعيننا كده على اولادنا ويبارك لنا فيهم. اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا حبيبه قلبي كده قومي، يلا يا قلبي ويا روحي، هاتي كده كوبايه المسكافيه بتاعتك او كوبايه الشاي او فنجان القهوه بتاعك الجميل، وافتحي على قناه يومك احلى مع ام محمد، وتعالي يلا شجعي معايا واعملي روتينك اليوم يا حبيبه قلبي معايا، وشجعي معايا يا احلى بنوته ويا احلى، بصوا يا احلى اخوات في الدنيا، يا احلى، يعني اقول لكم ايه. والله العظيم بجد بحبكم 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 جدا 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 جدا. المهم يا اخواتي بقى ايه، طلعت بقى السفنج بره تاني بره في الركنه مكانه. قلت طبعا عشان ايه، عشان اروق الصاله يا بنات، اروق بقى الدنيا كده واروق اوضه البنات برضو زي ما انا روقت اوضه محمد وهاني. طبعا دهنتها ما شاء الله، بس اللزق اللي لسه ما لزقتوش في اوضه محمد وهاني،
يعني اللزق اللي انا لازقاه كده زي اللي في الاوضه بتاعت البنات دي، طبعا ما لزقتهاش فين، ما لزقتهاش في اوضه محمد لسه. فان شاء الله اللزق ده هيبقى اخر حاجه بقى بعد ما انا اخلص الصاله وخلص التشطيبات بتاع الصاله او الريسبشنز يعني زي ما بيسموها. بس احنا فلاحين بصوا، يعني احنا على طبيعتنا. موضوع الريسبشن ده بصراحه انا ما سمعتوش الا يعني جديد قوي 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 الايام دي بصراحه. يعني كان ايامنا زمان الصالة ما نقولش عليها الا الصالة، فاحنا خلينا كده إيه راضيين كده يعني ايه الحمد لله. المهم يا بنات قولوا تمام، يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. مسكت الاوضه بقى ايه، طبقت الهدوم، طلعت السفنج بره وخليتها شمعة منورة. بجد التجديدات فرقت معايا جدا 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 جدا. بس انا بقى يا بنات اخدت لي حتة عوز، يعني وقعت بقى، يعني بصوا وقعت والله العظيم عوز جامد جدا جدا. ده اللي اخرنا عليكم في الفيديوهات. طبعا رجلي ورمت، عندي رجليا دي ورمت وقعدت 3 ايام او يومين. يعني هي اليوم اللي نزلت لكم فيه الفيديو كنت انا وقعت في اليوم ده. قعدت طبعا يومين ما عرفش اصور، ما عرفش يعني ما عرفتش ان انا اقوم واقف على رجليا. بس الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، واحنا بحمد ربنا ان رجلي ما اتكسرتش. يعني انا بحمد ربنا اقسم يمين بالله ان رجلي ما اتكسرت. ليه بقى؟ لان لو كانت رجلي اتكسرت طبعا كنت هحتاس بمعنى اصح، من ناحيه ولادي ومن ناحيه برضو بيتي كان كلهم هيبقى مكركب. بس الحمد لله فضل ونعمه من عند الله، ربنا سترها كده معايا، وربنا يسترها معاكم يا اخواتي ويفديكم ويكفينا شر اي حاجه وحشه. وربنا كده يعدي ايامنا ويعدي. يعني بصوا يا ولاد والله العظيم احنا يعني بصوا الايام اللي جايه دي ما احناش عارفين ايه اللي هيتقطع علينا، الله اعلم ورسوله. يعني انا كان هاني ابن الله يصلح حاله ويبارك له يا رب، كان ساعتها بيدي في اوضه النوم بتاعتنا. طبعا انا خلصت اوضه النوم برضو الحمد لله بعد اوضه محمد. فالمهم بقى يا اخواتي ايه، كان هو بقى بيعمل الاوضه، وانا طبعا كنت انا في اليوم ده جايبه سمك وراح اشويه طبعا انا حاطه الفرن. اخواتي اللي متابعيني انا حاطه فرن كده قدام باب الشقه تمام. فبيندهلي وبيقول لي يا ماما تعالي. طبعا الصلاه كانت عندي، طبعا كنت انا روقتها معاكم في الفيديو اللي هو الفيديو اللي فات ده. وكنت انا بقى ايه بعد ما خلصت اوضه النوم بتاعتي ودهنتها وخلصتها، دخلت بقى ايه على الصاله تمام. كنت انا بقى ايه لما الركنه كده حطاها في جنب كده بعيد عشان ما تتعكش من الدهان وكده. فهاني بنده وبيقول لي يا ماما تعالي. فجيتي وانا جايه عشان ادخل واشوف عاوز ايه، فكان قدام مني بقى ايه اللي هي الماسوره اللي بيتعلق عليها الستاره. فطبعا انا ما اخدتش بالي خالص منها فوقعت. بصوا يا اولاد والله العظيم انا بحمد ربنا ان ربنا سترها معايا. فانا عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه كده في الكومنتات، بالله عليكم بالله عليكم دعوه حلوه كده من قلبكم، دعوه حلوه من قلبكم لاختكم. يعني بصوا هتاخدوا ثواب والله العظيم، اقسم بالله هتاخدوا ثواب على الدعاء اللي هتدعوا لنا. وربنا يبارك لنا فيكم وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا احلى عيله ويا احلى اخوات في الدنيا. شايفين يا اولاد اوضه بعد ما اتدهنت ما شاء الله عملت ازاي؟ فرق جامد جدا جدا يا بنات والله العظيم، فرق جامد جدا جدا جدا. طبعا زي ما انا قلت لكم كان عندي الحيطان بايظه، كان عندي الحيطان بايظه نهائي نهائي، الرطوبه كانت اكلاها تمام. فالحمد لله نعمه وفضل من عند الله، ربنا كرمنا كده وجبنا شويه الدهان دول ودهناهم. بس والله فرق يا اولاد والله العظيم التجديدات في البيت، سواء جددتي بقى عزالك، سواء جددتي شقتك يعني شطبتيها، اي حاجه بتجدديها في الشقه بجد بجد بتبان والله العظيم يا بنات بتبان. بس احنا بقى يعني ايه اللي بيعمل معانا قرش شويه. بس ربنا يرزقنا كده ويرزقكم جميعا يا احلى عيله ويا احلى خد في الدنيا. الحمد لله لما ربنا كرم جبت بقى ودهنت شقتي والحمد لله. يعني بصوا انا مبسوطه بجد والله العظيم، انا مبسوطه بالتجديد اللي حصل ده، مبسوطه جدا وراضيه راضيه 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 والله العظيم. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ولا يحرمها من وشنا ابدا، احنا واخواتي والمسلمين اجمعين. طبعا بقى طبقت الهدوم يا اخواتي، وحطيت طبعا كل هدوء يعني كل ملابس بتاعت الولاد طبعا في ضلفته تمام. شايفين بقى فرشت بقى السرير طبعا، وقلت بقى ايه اروق لهم طبعا الاوضه كده بقى. يعني بصوا اليومين دول انا عارفه ان كركبه كده كركبه جامده عندي جدا قوي.
بس الحمد لله ربنا هيعديها على خير ان شاء الله، وان شاء الله هخلص يعني ان شاء الله اخر معايا اخر حاجه معايا الصلاه. يعني انا بسجل لكم دلوقتي وانا الحمد لله خلصت دهان. انا خلصت دهان في الصاله، يعني ما عادش معايا حاجه. هعمل لكم فيديو برضو وانا برجع الركنه كده، وهعمل لكم فيديو كده يعني روتين قوي كده عشان تشجعوا معايا. المهم بقى عملت الاول السرير، شلت من عليه الهدوم وشلت من عليه الحاجه. وطبعا عشان الهدوم محطوطه، طبعا الولاد بقى بيجوا من بره يقلعوا النضيف يعني الهدوم اللي قلعينها يحطوها على الهدوم النظيفه، فاهميني؟ فانا قلت لا يا بنتي يا ام محمد، الحقي بسرعه الحقي بسرعه قبل ما الدنيا تبوظ معاكي. لا قومي يلا بقى ايه، طبقي هدومك كده وروقي لهم اوضتهم، عشان طبعا احنا في ايام مذاكره وفي ايام دراسه، لازم يقعدوا كده في مكان يعني ايه يذاكروا كده، وربنا يجعلها يا رب سنه سعيده عليهم ان شاء الله. المهم يا بنات بقى ايه، ظبطت السرير الاولاني ده، دخلت بقى برضو على السرير التاني، كان عليه شويه برضو حاجات كده وشويه هدوم وشويه حاجات. طبعا الحاجه اللي انا مش محتاجاها حطيتها تحت السرير، والحاجه اللي انا طبعا محتاجاها حطيتها طبعا في مكانها. تمام. قولوا تمام، يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. والله العظيم يا ولاد النظافه حلوه جدا جدا جدا، بس ربنا يديم علينا الصحه وربنا يديم علينا يعني بصوا راحه البال. بصوا يا اولاد والله العظيم راحة البال ما هياش بالفلوس، ولا ان انت تقعدي في قصر، ولا بصوا الواحد لو قاعد على حصيرة اللي هي القياس، بصوا ونفسيته مرتاحة بالدنيا وما عليها. فالحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. الحمد لله الحمد لله. طبعا شلت بقى المرتبه كده، وشلت الحاجه اللي كانت موجوده بقى طبعا على المكتب بتاع البنات. المكتب الحاجه كانت موجوده على المكتب، طبعا الحاجه اللي مش محتاجاها شلت كده المرتبه بتاعت السرير وحطيت الحاجه وفرشت برضو السرير التاني كده زي ما انتم شايفين يا اخواتي. انا عارفه ان شاء الله ان هو يبقى يعني بصوا روتين كده هيقويكم ان شاء الله كده، وهتقوموا ان شاء الله باذن الله تشتغلوا وتبقوا بصوا احسن مني كمان. انا عارفه ان انتم نضافوا احسن مني اقسم بالله. وطبعا ما فيش ست مصريه او ست عربيه او ست في اي ست في جميع البلاد العربيه، كلنا كستات بنحب النظافة وبنحب الهدوء وبنحب الراحة النفسية وبنحب كل حاجة بكل حاجة. بس فعلا احنا بيجي علينا اوقات بنبقى بقى يا اما بقى تبع العين، يا اما انت اتحسدتي فاهميني، يا اما بقى النفسيه مش كويسه، يا اما دي، فبيجيلنا اوقات ان احنا ما بنقدرش نقوم نعمل اي حاجه فاهميني. فطبعا احنا بنشجع بعضنا يا اخواتي. وطبعا انا بوريكم الروتين اليومي بتاعي، ده الروتين بتاعي اليومي اللي انا بعمله معاكم بصوره لكم، فده الروتين اليومي. يا رب كده يعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين بقى السراير يا ولاد، شايفين الفرق في الاول؟ يعني اول ما يعني انا عارفه ان انتوا اتخضيتوا اول ما شفتوا في الاوضه في البدايه في الاول يعني. انا عارفه ان انتوا اتخضيتوا من المنظر ده، بس شايفين بقى الاوضه لما اتروقت، شايفين الجمال، شايفين الراحة النفسية، شايفين اقول ايه يا اولاد، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله. شايفين انا مبسوطة مبسوطة جدا جدا من شغلي، ومبسوطة جدا جدا ان انا قدرت اعمل ده كله ما شاء الله. يعني انا خلصت الشقة دي في 4 ايام. يعني تشوفوا ما بتجيبوا انتوا صنايعيه ويجوا مثلا يعني شقه عريس او مثلا او اي حد مثلا عايز يجدد بيته، اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه لازم إنه يقعد لك